فرحة غامرة طبعا. وكنا يعني دايما بنضحك مع عبد الرحمن يوم النتيجة الصبح وقبل اعتمادا ان معالي الوزير يقول عبد الرحمن لسه معالي الوزير ما اتصلش بينا. يعني نوع من الثقة، متوقعين ومنتظرين مكالمة من الوزير. يعني والله كان املنا كبير في ربنا، والحمد لله الحمد لله ان ربنا وفقنا وكرمنا بالمركز ده. الحمد لله الحمد لله. اكيد طبعا عبد الرحمن تعب واجتهد وكان بيذاكر كتير، يعني ده كله الحمد لله. هو الموضوع يعني مش موضوع مذاكره كتير، هو الموضوع ازاي الانسان يدير الوقت ويوفر جهده، يعني عمليه تنظيم مع مجهود يحقق اللي هو عايزه بالظبط. يبقى في ثبات انفعالي، ما يتاثرش باي حاجه من الحاجات الحواليه، وخاصه الحاجات السلبيه. حضرتك عارفه طبعا كتير جدا، ناس كتيره بتحط الثانويه العامه دي حاجه صعبه جدا. لا طبعا، هو اي انسان اي ولد اي بنت ما ينسقوش ورا الكلام ده، لا بالعكس. نظموا وقتكم، نظموا مجهودكم، خلوا علاقتكم بربنا قبل كل شيء. ده الاساس. هتبصوا تلاقي فيه راحه وطمانينه، وزي ما قلت لحضرتك تنظيم الوقت والجهد هتلاقي الدنيا ماشيه كويسه جدا جدا، ويحققوا المجموع اللي هم بيتمنوه. عبد الرحمن شوقي وسلسل ليان، فرحه كبيره في ابناء المدينه. واول ما لقيت مس اسماء علي حاطه الصوره فرحت جدا جدا جدا، لان هي برضه مديره مدرسه مجتهده وبتفرح ليكم جدا. الساعات الصعبه بقى لما قالوا الوزير هيعلن، وقعدت بقى 3-4 ساعات عدت عليكم ازاي؟ معنا مشاهدينا في كل مكان. عبد الرحمن شوقي ابن مدينه سلسليان في المحافظه المنوفيه، الحاصل على المركز السابع في الثانويه العامه علم علوم. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. بنشوف مشاهدينا في كل مكان. نسمع بقى اللحظات دي عدت ازاي بالصعوبه عليكم؟ كان في احساس كبير بنوع من البلد بشكل اكبر، من اللي هو من ناحيه ان كل شويه الاعلام خلاص دقائق والاعلام خلاص دقائق وثلاث ساعات خلاص دقائق على مدار يومين تقريبا قبل الاعلان. فالموضوع كان انت تبقى قاعد بشكل طبيعي في الاجازه، تلاقي فجاه شيء كل شويه في مشكله شويه. الموضوع كان غريب، لكن عدت الحمد لله. يعني لحظات بتروح يعني، ولكن صعوبة لحظات الانتظار عقبتها نتيجة الأوائل الثانوية العامة، فكان فرحتك إيه بقى؟ يعني تحكي لنا عليها والأسرة. يعني الحمد لله ظهور النتيجة كان عمل حركة في البيت، يعني فكرة ظهور مركز الأبصار الجمهورية، فعمل سعادة يعني مشوبة بفرحة مع شيء من الشباب. فالموضوع كان معقد يعني. دكتور عبد الرحمن، تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح، ان شاء الله تبقوا متفوقين في الجامعه واخواتك ان شاء الله. وشكرا لكم على لقائكم لاحداث المنوفيه. شكرا.